ب160 جنيه وأوضة 2 متر في قرية صغيرة قدم محتوى لف العالم العربي وحصد ملايين المشاهدات، وبعد القبض عليه والبراءة قرر يمشي برا مصر ويبدأ حياة جديدة والناس هجمته، وهو طلع رد بالنهاية. ايه اللي حصل في قصة أحمد أبو زيد، وهل فعلا هيهاجر برا مصر؟ تفاصيل كتير في الفيديو ده، بس خليكم معايا للنهاية. أحمد أبو زيد قرر ياخد خطوة كبيرة جدا في حياته، وهي إنه يسيب مصر ويبدأ يقدم محتواه من بره. القرار ده جه بعد ما اتقبض عليه وواجه تهم بالإتجار في العملة الأجنبية، وبعدها المحكمة الاقتصادية في طنطا برأته، ولكنه حس إن الفترة اللي فاتت ضيعت منه كتير، خصوصا إنه فقد 10 سنين من شغله اللي كان ناوي بيها يبني بيت جديد ويشتري أرض وكمان يسفر أهله للحج. أحمد كتب رسالة لمتابعيه واللي قال فيها إنه جاهز يقدم محتوى جديد من بلد تانية، وشكر كل اللي وقفوا جنبه طول الفترة الصعبة، وده خلاه يبدأ حياة جديدة بعيد عن كل اللي حصل في مصر ويحاول يعوض الفترة اللي ضايعة. ولكن لو حبينا نفهم أحمد أكتر لازم نرجع شوية لورا. الراجل ده كان من طنطا، عايش في قرية ريفية، أوضة صغيرة جدا مساحتها 2 متر في 2 متر. الملاية الخضراء كانت هي الكرومة بتاعته. أبوه كان نفسه يخليه دكتور، لكنه هو كان مصمم يبقى مهندس. في أول سنين الدراسة كان بيجيب مقبول، ولكن في آخر سنة جاب امتياز، وكل ده رغم انه مهووس بالمحتوى الرقمي. واول فكرة كبيرة جات له كانت لما حب يعمل صفحة لتعليم الفوتوشوب. خد من مامته 160 جنيه بس، وعمل موقع صغير، ومن هنا بدأت القصة. بعد كده حبه للأفلام الإنجليزية خلاه يتعلم اللغة من نفسه من غير ترجمة، وابتدى يعمل فيديوهات لتعليم الإنجليزي، وفجأة بقت الفيديوهات بتاعته محبوبة جدا للجمهور، جابت ملايين المشاهدات، وواحدة ورا واحدة بقى يتشاف على نطاق واسع جدا، وبقى الأكثر مشاهدة على منصات كتيرة جدا. الناس حبت أسلوبه السلس والشرح المبسط، وده خلاه يسيب شغله في الهندسة ويتفرغ تماما للمحتوى الرقمي. ولكن مشوار النجاح ما كانش سهل. عايش في قرية ريفية وما عندوش سبل نجاح كتيرة، كان محتاج يبذل مجهود كبيرة، وده كان واضح في الشغل اللي عمله في اوضته الصغيرة اللي كان رافض يسيبها لأي سبب من الأسباب. كمان مع كل التعب ده حصلت أزمة كبيرة، اتقبض عليه بسبب اتهامات بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك. المبلغ اللي لقوه معاه كان 163 ألف دولار، وكمان تليفون، وده خلاه يتحبس احتياطي على ذمة القضية. المحامي بتاعه اشتغل جامد وقدم مستندات بتحميه، واللي كانت بتحميه من تحويلات بنكية وإيصالات شركات صرافة مرخصة. أكدوا إن الفلوس دي كلها قانونية، وكمان أشاروا لتناقضات الضابط اللي ظبطه. وبعد جلسات ومداولات كتير المحكمة برأته بشكل رسمي، ولكن الفترة الصعبة دي كانت صدمة كبيرة ليه. كل ده خلاه يحس إنه محتاج بداية جديدة، خطوة جريئة عشان يبدأ حياة جديدة ويحافظ على مسيرته في المحتوى التعليمي اللي الناس حباه. فقرر يسافر بره مصر ويقدم محتواه من هناك، ويبني لنفسه حياة جديدة بعيد كل البعد عن الضغوطات والاتهامات اللي متوجهه له. وبعد كل الكلام اللي اتقال ده طلع هو بنفسه رد وقال: طيب يا جماعة، عشان ما يحصلش اجتزاء أو ناس تعمل ترند على أي حاجة حتى ولو بالكذب، أنا ما هاجرتش. الكلام متقطع من السياق علشان يحطوا بهارات ويجيبوا ريتش. أنا دلوقتي في الإمارات، المكان الأنسب لشغلي، اعتبروني سافرت الخليج أشتغل، بس دي مش هجرة، وهكون ما بين الإمارات ومصر، بلدي اللي بحبها رغم أي حاجة، فيها أهلي وناسي وأصحابي.